بصوا عشان في ناس بتحس بالذنب وتأنيب الضمير ان هما بتيجي تقولك انا اشتغلت كتير قوي على نفسي وعملت تشافي بس ما وصلتش للوحده مع التوأم. بصوا، اصل هو الموضوع هنا بقى دي الاختلافات ما بين توائم الشغل. عشان كده زي ما بقول لكم ان في توائم بيبقوا متجوزين وهم لسه مش في وحدتهم النفسيه، دي بقى الاختلافات خلاص. ودي اللي بتبقى على كل حد، عليكم انتوا ان انتوا تعرفوا الكارما فين او ايه المشكله بالظبط او كده. تمام. اللي بيحصل ان انتوا ممكن تبقوا شغالين بس هو في كارما عليكم من حياه فاتت، او هم فيهم هم كارما عليهم من حياه فاتت خلاص. فلازم يخلصوا الكارما بتاعتهم الاول عشان يعرفوا يبقوا معاكم. هتفهموني اكتر لما اتكلم على القصه بتاعت الين واليانج، هتفهموا بالظبط اللي انا بقوله دوت، وهتشوفوا طريقه الكارما بتتعمل ازاي او بتتنقل ازاي. تعالوا بقى، عايزه اشرح لكم حاجه انا بحب اسميها نظريه الاستيك. خلاص بصوا، الاستيك اهو. تمام. هنشرح فيها ازاي بيحصل تبادل الطاقة، وازاي انتوا بتغيروا من ما بين طاقتكم الانثوية مع طاقتكم الذكورية، وازاي انتوا بتعرفوا تتوازنوا ما بين الطاقتين، وايه اللي بيحصل في بداية العلاقة ما بينكم خلاص، اللي هو اول شهرين. وبعدين تخشوا في مرحلة بقى الان والاف والهروب والمطاردة وكل الكلام ده خلاص. طيب، ادي الاستك اهو يا جماعة، شايفينه؟ ادي الحرفين بتوعه. هنا الين واقفين خلاص، واليانج هنا هو واقفين خلاص. في اول العلاقه انتوا كل واحد فيكم بيبقوا زي الفل، انتوا في مكانكم، في عارفين، مش خايفين، مش متوترين، مفيش افكار عندكم، مفيش اكسبكتيشنز، مفيش اي حاجه خالص خلاص. فبتبقوا على طبيعتكم خلاص. اللي بيحصل ايه بقى؟ اول شهرين الحب لطيف والدنيا لطيفه، واجمل قصه حب وكل حاجه خلاص، مفيش اي مخاوف. فاللي بيحصل ايه؟ احنا هنتكلم على الحياه دي لان الحياه ديت اليانج هم الهاربين خلاص. ف... وهقول لكم على فكره، هقول لكم ليه اليانج هم الهاربين في الحياه ديت، هتكتشفوا. بس يعني بما ان يعني ايه هما اليانج دلوقتي هم الهاربين، اللي هيحصل ايه بعد الشهرين دولت؟ بعد فتره الهاني مون خلاص، بتبتدي بقى نخش بقى مرحله التشافي. مرحله التشافي احنا بنسميها الايجو بيخش، الشيطان بيخش يلعب خلاص. فهو بيخش يلعب بافكار بقى، وانت يعني فاكرين نفسكم ان انتوا اشمعنى العلاقه دي اللي هتمشي وما اللي قبليها ما مشيش، وكل بقى ايه القديم والجديد وكل بتاع الحيوات السابقه اصلا بيطلع. بس طبعا هم مبيبقوش عارفين الكلام ده خلاص. فهيحصل هما كده انتوا واقفين اوكي، هيحصل ايه بقى؟ هيبتدي يبعدوا شويه اوكي. انتوا واقفين هنا اهو، هما هيبعدوا شويه، انتوا هتقرروا ان انتوا مستغربين، انتوا مش فاهمين هما بعدوا ليه. فهتبقوا عايزين تكتشفوهم اكتر، عايزين تتعرفوا عليهم اكتر، او عايزين تعرفوا هما في ايه جواهم مخاوف عشان تطمنوهم اوكي. فهتروحوا مقربين، فهم يبعدوا اكتر، فانتوا تقربوا اكتر، شايفين؟ فهم يبعدوا اكتر، فانتوا تروحوا مقربين لهم بقى اكتر لحد ما تبقوا هنا هوت. يعني هم شوفوا جروكوا كل المسافه ديت لحد ما بقيتوا هنا هوت خلاص. هنا هما في المرحله دي يا جماعه بيحصل نفور، عشان تبقوا عارفين. هنا طول انتوا جريتوا كل المسافه ديت، المسافه الجري دي اسمها مطارده. المطارده طاقه ذكوريه خلاص، المطارده طاقه ذكوريه اوكي. فاللي بيحصل لما انتوا الطاقه هنا بقى بيحصل لخبطه في الطاقه بتاعتكم. الين انتوا اصلا طاقه استقبال، يعني طاقه بنستقبل، احنا ما بنجريش ورا حد، ما بنطاردش حد خلاص. الفكره في ايه بقى اللي بيحصل؟ ان انتوا لما بتقربوا لهم وبتبقوا هم هنا هوت وانتوا هنا خلاص، بيبقى اللي بيحصل كده هو بيحصل طاقه نفور. هما بيبقوا وصلوا تشبعوا من الطاقه بتاعتكم، في حاجه اسمها فائض احتمال خلاص. هما تشبعوا من الطاقه بتاعتكم، مش قادرين يقبلوا طاقه منكم اكتر من كده، فبينفروا منكم جدا يا جماعه. وانتوا في نفس الوقت تبقوا اتعلقتوا، فبتحاولوا تفضلوا تقربوا وهم يفضلوا يجروا منكم. فالحل ايه؟ لا انتوا عايزين نرجعهم تاني مكانهم، وانتوا محتاجين ترجعوا تاني مكانكم خلاص. فلما بيحصل كده انتوا ايه لاقيين انتوا بترجعوا بقى مكانكم تاني خالص. التوأم قرر ان هو يبعد، خليهم يبعدوا، هيبعدوا اكتر يبعدوا. انتوا في مكانكم يا جماعه، في مكانكم، مركزين على نفسكم، مركزين على اهدافكم، مركزين على رسالتكم. ولما بقى التوأم يرجعوا خلاص، بصوا بقى هنا بقى اللي بقول لكم انتوا ازاي تعرفوا توازنوا ما بين الطاقه الانثويه، امتى بستعمل دي وامتى بستعمل دي.
وانا هنا على فكره يا جماعه بتكلم على يعني لما بتكلم على الين انا بتكلم، او المطاردين خلاص، انا بتكلم على الستات والرجاله، بنات وولاد خلاص. انا قيسوا كلامي دوت عليكم انتوا الاثنين. ولما بتكلم على اليانك بتكلم على الرجاله والستات، بنات وولاد، انتوا الاثنين برضو. اوكي. فلما هم بقى يقرروا، هم بصوا طول ما انتوا هنا اهوت واقفين في مكانكم ومركزين على نفسكم وبعدين نفسكم طاقيا، يعني انا مش بس، انتوا مشكله التوائم الشعلة مش بس فيزيكال، انتوا مشكلتكم اكتر يا جماعه الطاقي. عشان كده لما حد بيقول لي اعمل بلوك، بصوا يعني البلوك ملوش فايده، يعني فاهمين عايزه اقول، الا بقى ما يتعمل بس في مرحله ان انتوا بجد مش قادرين تشوفوا دلوقتي وحاسين ان انتوا لو شفتوا اي حاجه عنهم هتقعوا، ساعتها اقول لكم اعملوا بلوك، ولكن تعملوا له يومين 3 وتبقوا عارفين ان انتوا بتعملوا يومين 3 عشان تريحوا، لانكم هترجعوا تفكوا بلوك تاني، لان محتاجين تكملوا على التشافي خلاص عشان ما يبقوش اسمه هروب. فانتوا لما بتبقوا واقفين هنا اهوت وما بتقعدوش تفكروا في الموضوع، لان برضو لو قعدتوا تفكروا في الموضوع، قعدتوا تفكروا هم بعدوا ليه، قعدتوا تفكروا ان انتوا زعلانين منهم، قعدتوا تفكروا ان انتوا عايزين تطمنوهم، كل ده اسمها مطاردة طاقية، انتوا ما بتبقوش واعيين بيها خلاص. فهم برضو بيبعدوا بينفروا منكم خلاص. فانتوا خليكوا بقى في المكان بتاعكوا دوت، مركزين على التشافي بتاعكم، مركزين على كل تمرين انعكاس المرايه ده، ايديكم واسنانكم يا جماعه خلاص. بتشتغلوا على المشاعر اللي بتطلع لكم منهم. اوكي. وبتشتغلوا على الرساله بتاعتكم، يعني بتكتشفوا نفسكم عشان تعرفوا الرساله. لما انتوا بتبقوا هنا متوازنين هم هتلاقيهم بيرجعوا لكم، لان هم بيحسوا ان الطاقه بتاعتكم ما بقوش حاسين بيها طاقيا، مش لاقيين الطاقه بتاعتكم، مش قادرين يحسوا. فهم كان في طاقه على فكره، انتوا طاقتكم بتغذوهم عشان تبقوا فاهمين، بتدوهم قوه، يعني بتضاعفوا القوه بتاعتهم خلاص، وبتعملوا لهم توازن. فلما هم بيبتدوا يحسوا ان انتوا مش موجودين بيبقوا عايزين يدوروا عليكم فبيرجعوا لكم خلاص. لما هنا بقى يرجعوا لكم، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا جماعه اللي بيسبب نفور تاني ما بينكم ايه؟ ان هم لما بيرجعوا انتوا بتتخانقوا معاهم. اوكي. انتوا اللي هو ايه، طب انا بقى هرد لكم اللي انتوا عملتوه فينا. اوكي. انتوا هنا محتاجين تعملوا، غيروا شويه المايند سيت. يعني ايه؟ يعني اقبلوهم، هم هيرجعوا. اعرفوا ان العلاقه دي طبيعه العلاقه كده. بصوا انا في اي علاقه تانية، لو كانت اي علاقه تانية غير روحيه كنت هقول لكم انتوا مش مستحق، انتوا اصلا ما يعني ايه، احنا هنا ما بنلعبش خلاص، يعني احنا هنا عايزين الوضوح. فالوضوح دي مش طريقه نقبلها في اي علاقه عاطفيه خلاص. ولكن لان علاقه توأم الشعلة زي ما بقول لك هي اصلا علاقه روحيه وليها مختلفه عن بقيه العلاقات، فانا ما اقدرش ان انا اقول لكم ما تكلمهمش او ما تعبرهمش، لان ده للاسف ده معناه هروب، وده مش العقد اللي انتم متفقين فيه يعني فوق مع التوائم بتاعتكم خلاص. فطريقه التشافي بتاعته بتكون مختلفه خالص. فانتوا محتاجين لما هم يرجع لكم بقى تاني ان انتوا تقبلوهم. هنا انا بفعل طاقه الانوثه بتاعتي، بستقبل اللي قدامي. ولكن لما بستقبل بقى ببتدي هنا بقى اروح داخله في حته طاقه الذكوره، بروح مطلعه لهم ايه؟ الراجل اللي جوايا. اوكي. اللي هو انا ما بينفعش يتعامل معايا الطريقه دي، وبشرح نفسي بمنتهى البساطه وبتكلم وما بخافش من الكلام خلاص، وما بخافش ان انا ازعل التوأم، وما بخافش ان انا اعبر عن اللي جوايا. بصوا كل الين في الحياه ديت، وده نتيجة حقيقي الحياة كمان اللي فاتت عشان تبقوا عارفين، هنشرح اكتر يعني. بس عامة هو الدين الكارمي زايد في الحتة دي، ان انتوا مشاكل الطفولة او الانر تشايلد وونز خلاص مع الحياة السابقة خلاكوا ان انتوا بقيتوا شايفين ان انتوا لو اتكلمتوا هتبقوا تقالوا على اللي قدامكم، او لو اتكلمتوا كأن هتكرهوا اللي قدامكم فيكوا اكتر، فبتيجوا على نفسكم وتسكتوا. والموضوع ده بيتعمل من الولاد الين ومن الستات الين خلاص. انسوا بقى الكلام ده خالص. والتوأم على فكره عشان كده بقول لكم العلاقه دي مختلفه تماما. التوأم انتوا كل ما بتحطوا لهم حدود صحيه، كل ما بتشرحوا نفسكم اكتر، كل ما بت بتهتموا بنفخه الروح بتاعه ربنا، يعني بتعلوا وبتقدروا نفسكم قوي، كل ما التوأم اللا ارادي بيحبوكوا اكتر، واصلا بيبقوا مستغربين هم ازاي بيحبوكوا كده ومش عارفين ينسوكوا خلاص. هو دي حقيقه، ده بجد هو ربنا عاملها كده. عشان كده بقول لكم هو انتوا كاتاليست لبعض، انتوا محفزين لنمو وتطور بعض للافضل. اوكي.
هتلاقيهم بيحبوكوا اكتر، بيتعلقوا بيكوا اكتر، هيبقوا هما اللي عايزين يكتشفوكم مش العكس. انتوا كنتوا بتجروا وراهم عشان انتوا عايزين تكتشفوهم، عشان انتوا عايزين تعرفوا هما ايه المخاوف بتاعتهم. لا، هنرجعهم هما اللي مكانهم. بصوا المشكله فين؟ المشكله يا جماعه ان الين انتوا طاقه انثويه، الاساسي بتاعكم انتوا طاقتكم زايده في طاقه الانوثه، خلاص انتوا اصلا ما عندكمش توازن. ولكن في علاقه، فقط في علاقه توأم الشعلة انتوا بتتحولوا تبقوا انتوا المطاردين، خلاص، لانكم بتبقوا عايزين تكتشفوا الين، فبتتحولوا، فطاقه الذكوره عندكم بتعلى. فبصوا يا جماعه اللي بيحصل ايه بقى، هو لو انتوا طاقه الذكوره عندكم بتعلى، ما هو الاتراكشن بيجي ازاي؟ حد بيشد وحد بيرخي، خلاص، حد بوزيتيف وحد نيجاتيف، اوكي. فانتوا بقيتوا دلوقتي انتوا المطاردين هيتحولوا هم هاربين. هاربين يعني ايه؟ يعني طاقة انوثة، فهم العادي بتاعهم هم في حياتهم مع الاشخاص العاديين التانيين هم طاقة ذكورة عالية جدا، خلاص. وعشان كده هم هتلاقي عندهم دومينيشن، تحكم، بيحبوا يمشوا رأيهم، ما بيحبوش حد يقرب من الصندوق الاسود بتاعهم، خلاص، بتاع الطفولة دوت وبتاع العيلة، عشان تبقوا عارفين. هنفكك كل دوت، يعني بصوا احنا هنطلع كل اللاواعي دوت، هنحطه كده قدامنا علشان نتشافى بتاع الين وبتاع اليانج، خلاص. فالعادي بتاعهم هم بيبقوا طاقة ذكورة عالية، بس معاكم انتوا بسبب التصرفات بتاعتكم، بسبب ان لخبطة الطاقات، هم بيتحولوا لطاقة انوثة فبيهربوا. فانتوا شايفين الادوار ازاي بتلف ما بينكم، ازاي بتتلخبط ما بينكم. فانتوا محتاجين ان انتوا تعملوا ايه؟ لا، خليكوا في وزنوا انتوا طاقتكم عشان هم يعرفوا يوازنوا طاقتهم. هم محتاجين يبقوا في الطاقة الذكورية المتوازنة، خلاص، عشان يعرفوا ان هم المفروض على فكرة يجيلكوا اليانج في الحياة ديت. الطاقة الذكورية هي اللي عليها تجيب الوحدة النفسية الخارج، مش الوحدة النفسية، الوحدة الخارجية، خلاص. انتوا الين عليكم تجيبوا الوحدة النفسية في الحياة دي، اوكي. فادي كده نظريه الاسك دي يا جماعه، تنفع تمشي مع اي علاقه، خلاص. يعني ايه؟ مش بس توائم الشعلة دي، لو انتوا مش توائم الشعلة اسمعوا مني وافهموا العلاقه، افهموا النظريه دي عشان تعرفوا تتعاملوا فيها ازاي في علاقاتكم. ولكن انا زي ما قلت لكم، احنا لو انتوا بره علاقه توأم الشعلة، انتوا مش محتاجين ان انتوا تبقوا مع حد اصلا بيروح ويجي، مش محتاجين تبقوا مع حد مش واضح معاكم. انتوا نفسكم اقيم واهم من ان انتوا تبقوا تسيبوها لحد بيلعب بيكم بالطريقه ديت. تاكدوا يعني لو هم عندهم صدمات، او لو هم عندهم تشتت، او لو هم مترددين، فدي حاجه ترجع لهم هم، ما ترجع لكمش انتوا. وبعدين في حاجه بقى انا لاحظتها بصراحه، يعني بقالي فتره من الفتره اللي فاتت برضو، انا لاحظت ايه؟ لاحظت ان الين الرجاله، خلاص، انتوا من جواكوا مش متصالحين مع الحته الانثويه بتاعتكم، مش متصالحين ان انتوا المطاردين، مش متصالحين ان انتوا الطاقه الانثويه هي الاعلى فيكم، خلاص. زي ما بالظبط الستات اليانج مش متصالحين مع الحته الذكوريه اللي جواهم، مع الحته ان هما الطاقه الذكوريه بتاعتهم اعلى. بصوا يا جماعه، ربنا ما فيش حاجه كده عشوائيه خالص، وكله تحت خطه محكمه. ده من رحمة ربنا. ليه؟ لأن خلينا نتكلم بصراحة، دلوقتي الطاقة الأنثوية دي طاقة السماء، خلاص، طاقة الخلق، طاقة إبداع، طاقة الاتصال بالله، أوكي. والطاقة الذكورية طاقة إيه؟ طاقة الكون. على فكرة الطاقة الذكورية دي طاقة الكون، خلاص. مش كده بقول لكم الكون يا جماعة مش رومانسي. الكون محايد، والكون ما بيجاملش خالص تحت أي ظرف. الكون ما بيجاملش، الكون بيتعامل 1+1 هيساوي 2. الكون بيتعامل بطريقه ايه؟ من اعمالكم، عملتوا حاجه هتاخدوها، ما عملتوش مش كده، فاهمين قصدي؟ الطاقه الذكوريه كمان طاقه تجسيد، طاقه اهداف، طاقه شغل وسعي وبنعمل وبنحقق نفسنا وبنثبت نفسنا وكل الكلام، خلاص. فدلوقتي انتوا عندكم اصلا ميزه. يعني ايه؟ يعني انتوا كين مثلا الرجاله عندكم ميزه ان انتوا هتبقوا فاكرين زمان كنت بقول لكم ايه؟ ان انا متاكده ان انا عندي ناس هنا بيسمعوني، جزء من الرساله بتاعتهم ان هم يبقوا يبقوا متطورين مشاعرين عشان يشدوا بقيه الطاقه الذكوريه الرجاله، لان احنا اصلا في الوطن العربي ما عندناش اتصال بالراجل. عيب ان هو يتصل بنفسه اساسا، ما يعرفش حاجه عن نفسه، ما يعرفش حاجه عن روحه، ما يعرفش حاجه عن مشاعره ولا عن الست اللي جواه، خلاص. وانا بتكلم عن الست اللي جواه، يعني الحته الطاقه الانثويه بتاعته، خلاص. هو اصلا عيب ان هو يعيط،
هو اصلا عيب ان هو يعترف ان هو حياته صعبة. هو فاهمين عايزه اقول ايه؟ فدي ربنا بتبقى كل حاجه مقصوده، هو ربنا قاصد ان هو يبقى ما هو مش كل الناس طاقة ين هيبقوا ستات، لان احنا محتاجين رجاله يبقوا فاهمين الرجاله بيفكروا ازاي، محتاجين رجاله يبقوا فاهمين الرجاله تربيتهم عامله ازاي، عشان يقدروا يعرفوا يتواصلوا ويوصلوا للتعامل الصح مع الراجل. هم هيبقوا يقدروا يوصلوا مع الراجل اكتر ما الست برضو مش هتبقى فاهمه، مهما الست عملت تشافي مش فاهمه، او بمعنى اصح بيبقى في حاجات كده فيها احراج ان هي. فانتوا كرجاله دي ميزه ربنا مديها لكم علشان تستثمروها صح، عشان انتوا اللي هتشدوا المجتمع الذكوري معاكم، هتشدوه وتعلموه ازاي يعرفوا يتصلوا ويتواصلوا بنفسهم، يتواصلوا بالحته الانثويه بتاعتهم، هتعلموهم الوصال والاتصال والروحانيه بربنا اكتر، خلاص، لانها طاقه السماء. فاهمين عايزه اقول ايه؟ طيب، فانتوا اتصالحوا مع الحته دي وخدوها بالحته الحلوه بتاعتها، عشان ما تضيعوهاش على نفسكم، لان هي دي بجد هو فعلا هو ربنا منزلها بالطريقه دي علشان تخدمكم. فانتوا لو قعدتوا تفكروا فيها بالطريقه الوحشه انتوا هتاخدكم وتقعوا، لان انتوا مش يعني مش بتستعملوها صح. اوكي، نعكس بقى الحته التانيه. الحته التانيه الستات اللي هما ستات اليانج، انتوا من جواكم بتضرب عندكم حته ان انتوا تبقوا عندكم الطاقه الذكوريه اعلى. طب بصوا يا جماعه، الطاقات دي زي ما قلت لكم الطاقات دي كلها احنا بنوازنها عادي جدا، خلاص، ولا معناها ان الراجل اللي الطاقه الانثويه عاليه يبقى هو هوموسيكشوال ولا اي حاجه. لا، ده ملوش اي علاقه باي حاجه من الحاجات دي، ولا اليانج اللي طاقتها الذكوريه معناها ان هي في، لا، بنوازن الطاقه، خلاص. ولكن الطاقه الذكوريه مثلا لما تبقى عند الست هيبقى عندها ايه؟ هيبقى عندها تفكير منطقي اكتر، هتعرف انها تبقى بتحسب الامور اكتر، هتعرف الماديات تبقى اكتر، تعرف ازاي تفكر وتحط استراتيجي وتحط بلان وتحط مش عارفه ايه. فانتوا تقدروا تستفادوا الميزه دي حلوه جدا، ان انتوا برضو هتبقوا واصلين للستات اكتر، هتبقوا فاهمين تربيه البنات والستات عامله ازاي، هتبقوا فاهمين هما مشاعرهم ومخاوفهم ايه، فتقدروا تتواصلوا معاهم اكتر وتعلموهم ازاي يعملوا الشفت ده في مخهم، يعرفوا ازاي يبقوا بيفكروا بطريقه فيها فيها اسمها ايه، فيها 1+1=2، او يحطوا بلان او يمشوا على خطط، خلاص. فالاختلافات بتاعتكم دي نعمة يعني إيه، بس انتوا استعملوها في الحتة الصح، خلاص. حاجة برضو تانية عايزة أكد عليها، عشان أنا برضو من ضمن الحاجات برضو اللي ما أنا قلت لكم الفترة اللي فاتت دي كانت مليانة انكشافات، حاجات كتير قوي مختلفة، ولكن الحمد لله إن هي جت كده هوت عشان أقدر إن أنا برضو أفيدكم أكتر، لأن أعتقد إن إحنا محتاجين يعني إيه، هنحتاج كل الكلام اللي إحنا بنقوله دوت الفترة اللي جايه معانا. زي ما بقول لكم زحل الحوت مش هيبقى سهل، بس إحنا في إيدينا نخليه سهل، خلاص. فدلوقتي برضو لاحظت اليانج بقى عامة عندهم حتة ان في كده في السب كونشس مايند، في اللاواعي، حتة ان هم عشان احنا بنقعد نقول هم ماديين ومش عارفة ايه، بيحسوا ان هم يعني اخلاقهم مش حلوه، بيحسوا ان هم احنا ماديين فكان هم اقل منكم كيان، بيحسوا ان انتوا بقى روحانيين فانتوا يعني واصلين، وهم بقى بتضرب عندهم في حته الاستحقاق. على فكره انتوا قد بعض بالظبط في كل حاجه. والحته التانية برضو ان الين بيحسوا ان انتوا عدم استحقاق، ان انتوا مش قادرين تحققوا نفسكم على الوضع اللي تحققوا اهداف او تنجزوا اكتر او تبقوا بتسرعوا عمليه اهدافكم تجسيدها. يا جماعة انتوا قد بعض، عارفين يعني ايه؟ انتوا النص واتقسمت 2 كده اهوت، انتوا قد بعض وهي مقصودة انها تبقى كده اهوت، خلاص. خلينا اقول عشان تعرفوا بالظبط، تعرفوا ان انتوا ازاي بتفيدوا بعض. الطاقة الذكورية، اوكي، انتوا انا قلت ان انتوا بيبقى بتفعل عندكم اللي هي الشكرات، احنا جسم الانسان مسارات طاقة من اول هنا اهوت لحد تحت، خلاص. فاحنا انتوا اليانج متفاعل عندكم الشكرات، يانج ستات ورجاله، متفاعل عندكم الشكرات اللي هي الشكرات الارضيه او الشكرات من تحت، خلاص. فالشكرات بتاعتنا دي انتوا عارفين ان هي روت شاكرا. روت شاكرا دي يا جماعه اصلا هو احنا ازاي بيعد، انا كنت هشرحها في الحلقه بتاعه الباست لايف، بس خلينا اقولها كده بسرعه. يعني هو ازاي اصلا ربنا بيرجع تاني يحيينا. انتوا عارفين من ايه؟ ان في حاجه اسمها عدم الذنب، خلاص. دي حاجه موجوده كده هوت فين؟ في الروت شاكرا.
في اخر فقره من العمود الفقري بتاعنا. خلاص، عشان تعرفوا بس ان كل الشقرات مهمه بتاعتنا، مفيش حد اهم من التاني، ولا حد استحقاقه اقل من التاني، ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. مش معنى ان انتوا الين عندكم الحدس والوعي والبصيره ان هما مش عندهم، او هما ما يقدروش يحصلوكوا، او ان انتوا اقوى منهم، او ان هما عشان اقوى منكم مثلا في التجسيد اهدافهم على في ماديات وكده، ان انتوا مش هتوصلوا لهم. الكلام ده غلط خالص. خلاص، فعايزه اقول لكم ان كل الداتا اصلا بتاعتنا وبتاعت الهاله بتاعت بقى، وبتاعت الذنوب وبتاعت الكرمات، كل ده بيتخزن في اللي هو في الحته بتاعت الروت شاكرا، ودي موجوده في القران. خلاص، دي عجم الذنب هتلاقوها موجوده في القران. اوكي، فدي حاجه عشان بس تعرفوا، وعشان اهميه الروت شاكرا، ان هي اصلا هي دي الشاكرا اللي منها بتروح مطلعه كل الطاقه فوق. اوكي، ف اتصالحوا مع الاوضاع اللي انتوا اتخلقتوا بيها في الحياه ديت، اتصالحوا مع الحته دي، وبصوا دايما لنص الكوبايه المليان. صدقوني هتعملوا. دايما بيكون في حكمه من ورا اي حرمان احنا بنواجهه في حياتنا. خلاص، الحكمه عامه ورا الحرمان بتبقى تنشيط القدرات. اوكي، بس عشان نقدر نوصل للحته دي لازم نبقى احنا اصلا في مرحله قبول، قابلين باللي موجود وراضيين، عشان نعرف ننقل نفسنا للحته اللي ربنا عايزنا نخش فيها. اوكي، طيب انا دلوقتي عايزه اشرح لكم اكتر. احنا اتكلمنا عن الحبل الاسيري اللي بيمتد ما بينكم. خلاص، انا عايزه اشرح لكم اكتر انتوا ازاي، عشان بس افهمكم اكتر قد ايه انتوا بيتم التبادل المعلومات ما بينكم. خلاص، ودي حاجه ليها ميزه وليها عيب. اوكي، فبصوا، انتوا دلوقتي ادي مرايتين اهم. خلاص، انا المرايه دي كاتبه عليها حاجه. خلاص، ادي انتوا مرايتين لبعض، انتوا الاتنين اهم. اللي بيحصل ايه؟ الانعكاس. هتروحوا انتوا عاملين كده لبعض. المرايه دي مكتوب عليها ايه؟ انا بخاف انزل البحر، او مثلا انا بكره البحر، يعني اي حاجه. اوكي، فانتوا اول ما بتشوفوا بعض، اوكي، بتعكسوا ده لبعض، فهنا بيتنقل للتوأم على طول الفكره ديت. اوكي، المشكله بقى ايه؟ المشكله ان التوأم لما هنا بيكون مش متشافي، مش عارف نفسه، مش فاهم روحه، بيفتكر ان الفكره دي او المعتقد دوت بتاعه. خلاص، والحقيقه انه بيبقى المعتقد ده مش بتاعه، ده بيبقى اتنقل له من التوأم. قيسوا بقى الحته دي اللي احنا بنقولها دي على كل العلاقات، على كل الاشخاص اللي احنا بنقابلها في حياتنا. خلاص، يعني ده بس كده انا اديتها لكم بس على توائم الشعر. اللي بيحصل ان احنا شوفوا انتوا على مدار اليوم بنقابل كام حد، وكم حد عنده افكار ومشاعر وكرمات من حياه سابقه ومن الحياه ديت. خلاص، ومعتقدات ووعي جمعي وتربيه وانر والوونز، الانر تشايلد وونز، حاجات كتير بقى. خلاص، فهم بيروحوا عاملين لنا ايه؟ عاكسين كل الافكار بتاعتهم ديت عندنا. فاحنا لما بنكون مش عارفين نفسنا، ومش مش متاكدين من قوتنا، مش واثقين من روحنا، مش فاهمين ربنا مدينا ايه، مش متشافين، بنفتكر ان بيتنقل لنا بقى. خلاص، احنا اهو بيتنقل لنا كل الافكار دي لينا وبتخبط فينا احنا، فبنفتكر، فالافكار دي بتلزق فينا احنا، وبنفتكر ان احنا هي الشخصيه دي، هي دي الصوره والحقيقيه بتاعتنا. الاوحش من كده ان ساعات، وللاسف هي بتحصل من الاهالي بدون وعي منهم، ان هم بيبقوا على حسب، هم بيفهموا اطفالهم على حسب درجه وعيهم هم. خلاص، في الاغلب ما بتبقاش دي حقيقه اصلا الاطفال بتاعتهم، هم ما بيبقوش فاهمين نفسهم عشان يقدروا يفهموا الاطفال بتاعتهم. خلاص، ولكن اللي بيحصل هم على حسب درجه الوعي بتاعتهم بيبتدوا يحكموا على اطفالهم. ده عصبي، دي عناديه جدا، ده بيقولوا اي كلام، ده مستهتر. فاهمين عايزه اقول ايه؟ ويبقى اصلا لا الولد كده ولا البنت الصفه دي فيهم ولا اي حاجه، لكن هم وجهوا لهم الصفه دي فلزقت فيهم، لان هم اخدوها اعتبروها ان هي يبقى دي الصفه بتاعتنا، او دي حاجه كده اتعكست، يعني صدقوها عن روحهم. خلاص، فاحنا هنا الصحوه الروحيه بقى بترجعنا للحقيقه بتاعتنا، بترجعنا هو احنا مين، هو فعلا الكلام اللي اتقال لنا والصوره الذاتيه اللي احنا خدناها عن روحنا من واحنا صغيرين ومن الناس، الصوره دي حقيقيه ولا لا؟ هي دي الفطره بتاعتنا اللي ربنا خلقنا بيها ولا لا؟ فاهمين عايزه اقول ايه؟ فهنا برضو ارجع تاني لحته التوأم. مهم عشان كده نقول ان التوأم يكون متشافي، علشان ما تاخدوش المخاوف والطاقات السلبيه بتاعه التوأم التوائم بتاعتكم. خلاص، وبالذات لو التوأم بتاعتكم عندهم
معلش سامحوني في الكلمه، بس لو عندهم اطراف ثالثه خلاص، لان اطراف الثالثه هيبقوا اوريدي، انا قلتها قبل كده، هيبقوا عاملين عندهم تشويش خلاص. فطبيعي هيتنقل لكم انتوا، اوكي، هتحسوا بالطاقه ديت. ده غير ان هو لما بيبقى التوأم هنا هو عنده تشويش، اللي بيحصل بيبقى عايز بيدور على الطاقه النظيفه، فالطاقه النظيفه المتشافيه بيجري عليكم انتوا، فبيسحب برضو من طاقتكم خلاص. كل طبعا ما هنا المرايه كانت بقى مليانه مشاعر بقى وانكسارات بقى، سواء بقى من الحيوات السابقه ولا من الحياه ديت، ولا مشاعر رفض ولا نبذ ولا خوف. كل ما الكثافه قاعده بتتنقل اكتر للتوائم هنا هوت، للتوأم هنا هوت خلاص. فتلاقوا العلاقه ما بينكم بايظه، انتوا مش بتحاولوا تصلحوها من هنا. البنطلون يضرب، يعني الجاكيت مش عارفه ايه، البنطلون يضرب، هو انتوا مش عارفين تظبطوها، هو ده بيكون السبب. عشان كده مهم جدا ان انتوا الاتنين تكونوا بتتشافوا، مش حد واحد خلاص، عشان تبقوا بتساعدوا بعض اكتر، اوكي. اما تلاقوا فكره او خوف جالكوا فجاه، اسالوا، وقفوا كده واسالوا نفسكم، هو الخوف ده بتاعنا؟ هي الفكره دي بتاعتنا؟ اهدوا واسالوا السؤال دوت على طول يا جماعه، واول اجابه تجيلكم من غير كده تفكير تاكدوا ان هي دي الاجابه الصح خلاص. لو مش بتاعتكم رجعوها للمصدر على طول، او قولوا ابعتوها للنور، بنبعتها للنور، او send to the light، اي حاجه خلاص. احنا كده بنبعت كده، انتوا بترجعوها للمصدر وبتتشافوا منها، يعني ما بتبقاش لازقه فيكم، اوكي. انا الفيديو ده قررت ان انا يعني ايه، قلت ان انا عايزاه يبقى كل حاجه على قد ما اخليها براكتيكال او عمليه اكتر، او اوريها لكم، عشان انا عايزه الموضوع يثبت اكتر في مخكم، فاهمين قصدي؟ عشان عايزاكم بجد تتشربوا العلاقه ديت ماشيه ازاي، وتعرفوا تطبقوها على القصص بتاعتكم، على بتاعت حياتكم، فتقدروا ان انتوا تحلوا تفككوا الكارما بتاعتها خلاص. هوريكم بقى حاجه تانية، هنعمل حاجه اسمها تمرين الكوبايه خلاص. بصوا، جبت لكم رمان عشان تفتكروا الكلام اللي احنا بنقوله، شايفين تمرين الكوبايه ده يا جماعه؟ بصوا بقى، دي علاقتكم انتوا والتوأم. اول ما بتشوفوا التوأم بصوا انتوا بتبقوا عاملين ازاي. فاكرين انا قلت لكم العلاقه دي كل حاجه فيها مضخمه، الحب مضخم، اضربه في 1000، الحب مضخم، الزعل مضخم، الألم مضخم، التعلق مضخم، كل حاجة هي المال مضخم، نجاحاتكم مضخمة، كل حاجة خلاص. فادي اول ما انتوا بتتقابلوا بتبقوا عاملين كده اهو، دي علاقتكم يا جماعة خلاص. كاين انتوا لما بتشوفوا اليانج بتبقوا بتدوهم كل ده فجأة كده اهو، فجأة بتروحوا صابين عليهم كل ده، متخيلين؟ فانتوا مش بتعملوا فوائد احتمال، ده انتوا يعني بتخلوهم يوصلوا لهنا، اللي هو هنا اللي هو خلاص بقى، يعني مفيش نفس بعض كده اهو، اوكي. وبتدوم بقى كل حاجه بقى، حب ودلع واهتمام ورعايه وايه يعني، وما بتنطقوش في اي حاجه، انتوا ما بتعبروش عن نفسكم، ما بتطلبوش حاجه، لا انتوا بتدوا خلاص، اوكي. طيب في المقابل بقى ايه اللي بيحصل؟ بصوا، تفتكروا الكوبايه دي بتاعت مين؟ افتكروا كده، الكوبايه دي يا جماعه بتاعه الاطراف الثالثه خلاص. ليه؟ لان هو ده، شايفين قد ايه هو ده الحجم الاساسي اللي توائم الشعلة اليانج في الحياه ديت اتعودوا عليه خلاص. ده حجم الاهتمام، وده حجم الرعايه، وده حجم الحب من وهم صغيرين، اوكي. وده مش خلوا بالكم، هو ده على قد وعي الاهالي عشان تبقوا عارفين، اوكي. وعلى قد الكارما، وعلى قد العقد الكارمي اللي معمول، اوكي. فهم جايين، وعلى طبعا بحسب الحياه اللي فاتت، اوكي، الكارمات بتاعت الحياه اللي فاتت. فهم هم في اعتقادهم عن نفسهم هم ما يستحقوش غير الحبه دولت. فلما انتوا هتيجوا وتديلهم كل ده، هم تفتكروا هيصدقوكوا؟ لا، هم هيشوفوا ان انتوا ايه، يا اما هيشوفوكوا ان انتوا غير طبيعيين بجد، او هيشوفوكوا ان انتوا غير واقعيين، او هيشوفوكوا ان انتوا بتنافقوهم، عايزين حاجه منهم. انتوا متخيلين الدنيا بتبقى مقلوبه ازاي؟ ما ده اللي عشان كده بقول لكم التشافي يا جماعه، انتوا لما هتعملوا التشافي الدنيا هتختلف تماما معاكم خلاص. فانتوا لما بتتخيلوا بقى انتوا بتغرقوهم بكل دوت، فما بيبقوش مصدقين، لانهم الكومفورت زون بتاعتهم
واللي هم اتعودوا عليه من هم صغيرين، هم بياخدوا الحبة دول بس. والحبة دول كمان ما بياخدوهمش كده، ما بياخدوهمش ببلاش، بياخدوهم بعد عمل وجهد. وعلى فكرة الموضوع ده ستات ورجالة اليانج في الحياة دي خلاص، بياخدوها بعد ما يدوا كتير قوي، وبعد ما يثبتوا نفسهم كتير قوي، وبعد ما يعملوا انجازات في حياتهم او في طفولتهم او في دراستهم كتيرة جدا، عشان ياخدوا بس الحبة دي خلاص. ايا كان بقى الاهالي بتاعتهم ممكن يكون تفكيرهم اللي هم شايفين مثلا هم شايفين هم كده بيقووهم، شايفين ان هم كده عايزينهم يطلعوا مش مدلعين، ايا كان يعني الاعذار بتاعتهم دي حاجه ما تخصناش. انا بتكلم هنا ايه على الفاكت بتاعتنا، ايه على اللي حاصل ايه خلاص. كمان في حاجه تانية بصراحة هي ليها علاقة بالاتصالات برضو، الخريطة الفلكية، عشان تعرفوا قد ايه يا جماعة الفلك ده مهم. فطبيعي جدا ان هو عشان مهم ان هو يبقى بيتقلكوا من ضمن برضو التلاعب اللي اتعمل، حرام وغيبيات وكل الكلام ده. وان شاء الله برضو في الحلقة هبقى بتكلم معاكم في الحتة دي عشان تعرفوا ان هو قد ايه ان هو لا حرام ولا غيبيات ولا اي حاجة خالص من الحاجات دي، لكن هو حقيقي مهم. والا ربنا ما بيخلقش اي حاجة يا جماعة مش مهمة ابدا ابدا. فطبيعي ان هم لا، هم اي حاجه هتفيد البشر حرام، مش هنبعدهم عنها، هنطلع لهم عفريت فيها عشان ما يفكروش فيها، عشان نضللهم اكتر خلاص. فهي خدوها بالطريقه ديت. فكتير من اهالي اليانج خلاص فاكرين انا قلت لكم ايه، انا قلت لكم يا جماعه الين انتوا بالنسبه لليانج بتمثلوا هتعكسوا لهم طبعا، هتعكسوا لهم كل آلام الطفولة، ولكن آلام الطفولة بتاعة الأم بالأخص خلاص، زي ما هم هيعكسوا لكم آلام الطفولة بتاعة الأب. أوكي، فأنتوا هم هيعكسوا، أنتوا هتعكسوا لهم الآلام بتاعة الطفولة بتاعة الأم. على الأغلب الأمهات بتاعة اليانج في الحياة ديت هتلاقوهم اللي هو من نوع اللي حبهم، عارفين احنا قلنا ان في ايه، انا هحطها بس هنا جنب شوية. احنا قلنا ان طريقه اللاف لانجوج في كذا نوع من اللاف لانجوج خلاص. حد بيدي خدمات خلاص، حد بيدي حب كلام، حد بيدي وقت، حد بيدي هدايا، حد ممكن يبقى بيعمل ميكس من ده كله خلاص. فعلى الاغلب انتوا هتلاقوا ان اليانج امهاتهم من النوع اللي هم بيدوا من النوع اللي هم طريقه حبهم عبارة عن خدمات. فاهمين قصدي؟ يعني هتلاقوهم ما بيتكلموش مش حب بقى وعواطف واحضان ويبقوا بيدوا لهم مثلا كلام تشجيع والكلام ده، لا مش هتلاقوهم بالطريقه دي. هتلاقوا بالذات من هم صغيرين هتلاقوا في انتقاد كتير جدا هم بيتعرضوا له من هم صغيرين. هتلاقوا ان هم دايما بيحصل لهم حته تقليل، انتوا الين بيحصل لكم تقزيم خلاص، هم بيحصل لهم تقليل. فاهمين؟ تقليل، فيعني بيحسوا عشان كده ان هما not good enough، على طول بيخبط في مشاعر not good enough. اوكي، انتوا بيخبط عندكم في ثقتكم بنفسكم. بصوا على فكره هو انتوا الاثنين هتبقوا زي بعض جدا، هو كل الحكايه بس ان النتيجه ممكن يعني طريقه تعاملكم انتوا الاثنين كتوائم مع الموضوع بتختلف. حد الين بتقرروا رجاله وستات ان انتوا تختفوا خلاص، او ان انتوا ما تخشوش في منافسه مع اي حد، ومش هنمشي جنب الحيط، ده احنا هنمشي جوه الحيط خلاص. دي طريقه الين. اليانج هياخدوها بقى بالعكس، ده احنا هنمشي وهنمشي وهنمشي وهنكسر الحيط وهياخدوها بحته عنف، ان هو اي حد هيقرر ان هو يقف في وشهم هيضربوه بحته عنف. فاهمين عايزه اقول ايه؟ عشان هم اتوجعوا كتير، يعني ده ميكانيزم دفاع علشان تبقوا عارفين. يعني حته العنف والقوه اللي انتوا شايفينها والدومينيشن والسيطره ده عشان يحموا طفلهم الداخلي اللي اتكسر كتير قوي من هم صغيرين. اوكي، فهو الاختلاف بس ان كل حد فيكم انتوا الاتنين مجروحين، بس كل حد اخد الجرح ده بتاعه في حته وبطريقه معينه خلاص. فالامهات بتاعه اليانج على الاغلب هتلاقوهم شداد قوي، هتلاقوهم اللي هو مع العواطف ما عندهمش حته العواطف وكده، لا خدمات، تنزل تشتري له، تنزل تجيب له، تنزل تعمل له، لكن مش حب بقى وكلام ودلع لا ما عندهمش الحته دي خلاص. فهم ده اللي هم اتعودوا عليه. كاين انتوا اصلا نازلين حب، انتوا اصلا الطاقه بتاعتكم انتوا الطاقه الانثويه حب ومشاعر وعاطفه وكمان مضخمه جدا خلاص. فانتوا بالعكس، واتصالات الخريطه الفلكيه
بتاعتكم هتخليكم ان انتوا اتصالاتكم انتوا مع بعض، يعني التوافقيه مع بعض هتخليكم ان انتوا تبقوا عايزين تعبروا لهم اكتر عن مشاعركم. حتى لو انتوا في العادي بتاعتكم ما كنتوش كده اهوت مع بقيه العلاقات خلاص، بس انتوا معاهم هم هتتحولوا بالطريقه دي. وعلى فكره دي مقصوده يا جماعه، مقصوده عشان انتوا الاتنين تشيلوا الاقنعه من بعض. خلاص انتوا الاتنين تتشافوا، هي مقصوده. انا قلت لكم يا جماعه مفيش حاجه عشوائيه، ربنا قاصد فيها كل حاجه في العلاقه دي. اوكي، فهي مقصوده كده. حد هيدي عواطف 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 ومشاعر كتير جدا، وهيكون متخيل ان التوأم الطبيعي ان هو هيديله، فيكتشف ان التوأم فهمه غلط، ان التوأم هنا هيبتدي يشوفه ده عايز حاجه مني، ده مش حقيقي، ده بيمثل، ده بينافقني، ده ولا ايه، ما اصلا انا ما استحقش ان انا اصلا اتحب ده كله. خلوا بالكم هنا بقى هيبتدي المخاوف كلها تظهر، كل حاجات الطفوله، لان هم من جواهم مقتنعين، هم دي صورتهم الذاتيه عن نفسهم اليانج، ان هم شايفين نفسهم ان هم اصلا ما يستحقوش ان هم يتحبوا. فمين اللي هيحبهم في الكون؟ خلاص اذا كان اهاليهم اتعاملوا معاهم بالطريقه دي، فانتوا مين عشان هتبقوا اكتر كمان من اهاليهم عشان تديلهم كل دوت؟ هنا هما ما يعرفوش ان انتوا، حتى لو عارفين ان انتوا توأم هيبقوا لسه في مش مستوعبين العلاقة، مش مستوعبين عمق العلاقة. فاهمين عايزة اقول ايه؟ كل ما هيتشافوا كل ما هيبتدوا يا جماعة الموضوع هيبقى وحش جدا عليهم، لانه هيضرب قد ايه في حتة اللي هو هيبقوا عارفين هو احنا ازاي ضيعنا الفرصة دي من قدامنا. فاهمين عايزة اقول ايه؟ وهيبتدوا يخشوا في جلد ذات وتأنيب ضمير وكل الكلام ده، ولكن عليهم ان هو اليانج، انتوا عليكم ان انتوا تتعاملوا مع ده كله. مش الحاجات دي، المشاعر دي ما بتطلعش عشان افضل انا واقفه في حته جلد الذات وتأنيب الضمير. انا بطلع بقى خلاص، انا بتشافى، مش هفضل عمري كله بعاقب في روحي. محتاجين توقفوا حته جلد الذات دي. خلاص هنتكلم اكتر عشان انا مش عايزاكم انتوا الاتنين لا ين ولا يانج تبقى انتوا عندكم تفضلوا عايشين بقى من جلد الذات، لان انتوا بتضيعوا قوتكم بصراحه، انتوا الاتنين بتضيعوا قوتكم على الفاضي. اوكي، وبتستنزفوا بعض وبتستنزفوا نفسكم، وناس تانية هي اللي بتكسب مش انتوا خالص. ده انتوا من حياه لحياه انتوا بتستنزفوا، فانا مش عايزه كده اهوت. اوكي، فالمهم يعني عشان انتوا تبقوا عارفين، عرفتوا بقى. فهم دلوقتي لما هم الام دي، اوكي الام دي لغه الحب بتاعتها هي، بس مش لغه حب الطفل بتاعها، مش لغه حب التوأم. فعلى التوأم ان هو يرجع ويشيل كل الاقنعه بتاعته عشان يكتشف ايه لغه حبه الحقيقيه. وفي الاغلب، وان ما كانش ده اكيد، انا متاكده من حاجه، ان لغه حبهم هي اللغه الاساسيه بتاعتكم اللي انتوا ربنا بعتها لهم بيها. لغة الحب الكلام، الدلع، الاهتمام. ليه يا جماعة؟ لأن علاقة توأم الشغل احنا قلنا الأساس بتاعها هي جاية ترفع الذبذبات. خلاص، ذبذبات الحب في الكون، ذبذبات الحب اللا مشروط في الكون. مش هتقدروا أصلا تعملوا الموضوع ده من غير ما الهارت شاكرا، الشاكرا هنا بتاعة القلب تكون مفتوحة. خلاص، شاكرة القلب دي محايدة، لا هي ين ولا هي يانج، في شاكرات ين وفي شاكرات يانج. خلاص، دي الشاكرا المحايدة، دي اللي بتوصل من فوق وبتصل من تحت. خلاص، فانتوا دي لازم تكون مفتوحة. انتوا منين هتقدروا تعملوا الرسالة بتاعتكم وتحبوا الكون وتحبوا تدوا طاقة حب لا مشروط وانتوا اصلا حاسين ان انتوا ما تستحقوش؟ يعني الهارت شاكرا مقفولة. فاهمين عايزه اقول ايه؟ فربنا عشان تعرفوا ان كل حاجه مقصوده، ربنا بيبقى في الحياه دي ربنا باعت الين بالحب الكتير اللي انتوا شايفين ان انتوا كأن ما تستحقوش ده، عشان هي دي النسخه بتاعتكم المتطوره اللي انتوا ربنا كأنه بيقول لكم دي النسخه اللي انتوا، ده اللي انتوا تستحقوه، ده اللي انتوا لما هتتشافوا هتروحوا له وهتاخدوه، ده الاساسي بتاعكم، دي فطرتكم الاساسيه. خلاص، فانتوا محتاجين ان انتوا تامنوا، بدل ما تبقوا بتسوءوا ظنه في التوأم الين ان هو اكيد عايز حاجه مننا او هم ما بيحبوناش بجد لان احنا ما نستحقش الحب. ما تفكروا تقلبوا الايه، فكروا تقولوا طب احنا ليه شايفين نفسنا، هنفضل لحد امتى شايفين نفسنا ان احنا ما نستحقش الحب؟ امتى هنقرر ان احنا نعمل ستوب ونشتغل بقى تشافي على نفسنا؟ خلاص طيب، فارجع تاني للحته ديت، نرجع تاني يا جماعه.
فهنا بالنسبة هم لما بيشوفوا الأطراف التالتة، إيه اللي بيحصل؟ الأطراف التالتة هيدوم الحبة دولت خلاص. ودي برضو في الخطة الإلهية هي مقصودة يا جماعة. الأطراف التالتة أنا تاني بقول لكم لا يظلم ربك أحدا. أنا لما هحكي قصة الين هتكتشفوا حاجات كتيرة جدا جدا يا جماعة. عشان في ناس للأسف هي فاكرة نفسها موسى وهم يعني فرعون الفرعون، يعني مش عايزة أقول لكم يعني. ف... فبصوا، فهم بيدوهم بس الحبة دولت، وده بالنسبة لهم هم كيانج لما بيشوفوه وبيعملوا مقارنة ما بينه وما بينكم بيحسوا ان انتوا كتير عليهم. هو في السب كونشس يعني خلاص. فبيخافوا، فبيبعدوا، لكن بيروحوا للكومفورت زون بتاعتهم اللي هم متعودوا عليها واللي هم اتربوا عليها من هم صغيرين. هي الحاجة ديت خلاص. والحبة القليلين دولت اوكي. وفي الاغلب هتلاقوا الاطراف الثالثه في الاغلب يعني برضو هتلاقوا لغتهم اللي هو على الاغلب يعني ممكن تبقى خدمات برضو، فاهمين قصدي؟ ولكن هي تاكدوا ان هي مش هتبقى بتعدي الحاجه ديت. كمان حاجه تانية، هما هيبقوا ده بقى التلاعب والخداع اللي انا بقول لكم عليه. هما هيفتكروا ان التوائم توائم الشعلة اليانج لما يروحوا عند يقابلوا الاطراف الثالثه خلاص ويدوم الحبه دولت، هيفتكروا ان حبهم زي حب الام اوكي. فهيقول لك ما ده انا متعود على الحب دوت، يبقى هو ده الحب الحقيقي، هو ده الحب الصح، هو دوت تمامي خلاص. هيكتشفوا بقى ايه وده عادة ده جزء من الكارما، وده جزء كمان من شغلهم التشافي اللي المفروض يعملوه بعد ما بيحصل بقى على الاغلب بعد ما بيحصل ترسيم اوكي. بيكتشفوا ان الحبة دولت مش بس مش تمامهم، ومش بس مش عشان، ومش حتى جايب حب الام. هم الاطراف الثالثه ده حبهم مش عشان ده لغه حبهم، عشان هم اصلا الهارت شاكرا عندهم مقفوله. فاهمين عايزه اقول ايه؟ فهم قلبهم اصلا الاطراف الثالثه. شوفوا زي ما في صفات عامه لتوائم الشعله، في صفات عامه للاطراف الثالثه كلهم. هتلاقوهم دايما هم ما عندهمش الكومباشن، هم مش متعاطفين يا جماعه خلاص. وده ليه علاقه من حيواتهم من السابقه. يعني احنا هنحكي حاجات برضو كتير قوي ما بقولكوا، هيبقى فيه انكشافات كتير قوي من الاخر كده. الاطراف الثالثه في الحياه ديت هم جايين موازنه كارما برضو. يعني ايه؟ يعني خلينا نحط ده بس على جنب. يعني من الاخر كده الحياه ديت من الاخر دي النسخه الطيبه بتاعتهم. متخيلين؟ انتوا ما تعرفهمش في الحيوات اللي فاتت كانوا عاملين ازاي خلاص. شوفوا هتتعدد، عشان برضو ما نبقاش بنعم، هتتعدد القصص. ودي اللي هي الاختلافات ما بينكم ما بين توائم الشغله اللي انتوا عليكم اللي انتوا تعرفوه اوكي. ولو ما عرفتوهاش خلاص ما فيش مشكله، يعني مش هنموت نفسنا خلاص. يبقى اعرفوا ان ده مش ميعاد الروح، ان هي مش عايزه مش وقته ان انتوا تعرفوه، او لو عرفتوه مش هتبقوا مبسوطين. لان في حاجات يا جماعه بصراحه، ولما قدامها هحكي لكم قصه مش بتحتاج قوة روحية ان انتوا لما تعرفوها ما تنهروش بصراحة يعني خلاص. فمش كل حاجة فكله بوقته بيبقى حلو اوكي. فما تستعجلوش يعني، لو انتوا مش قادرين تعرفوا حاجة دلوقتي ما تستعجلوش خلاص. فالمهم يعني هما الاطراف الثالثة بطبيعتهم هما الهارت شاكرا مقفولة خلاص. فهم عشان كده ما بيبقوا غير متعاطفين، وبيكونوا بطبيعتهم كمان في جفا في التعامل. يعني هو حتى الحب بتاع الام اللي هم هيفتكروا كيانج هيفتكروا ان هم ده حبهم زي حب الام، هيكتشفوا بعد ما يرسموا على الاغلب. وهم هنا دي زي ما اقول لكم الكارما، انه طلع غلط كمان. انه حتى الحبه الصغيرين دولت مش هياخدوهم، ده هم هيطلعوا عينيهم فيها، ده هم هيفضلوا ينتقدوهم ويحسسوهم ان هم يعني اقل من اقل وما يستحقوش اي حاجه. انتوا متخيلين ازاي؟ وده تاني ليه علاقة بالكارما من الحياة اللي فاتت. هحكي لكم القصة هتعرفوا تربطوا الأحداث بتاعتكم، تعرفوا تربطوا الأحلام اللي انتوا بتحلموها. لأن احنا على الأغلب بنبقى بنحلم الأحلام اللي بتجيلنا دي بتبقى آخر 3 أو 4 حيوات سابقة احنا بنكون مرينا بيها اوكي. ولكن احنا بيبقى ساعات بنروح بنبقى قادرين ان احنا نلقط وساعات بيبقى فيه تشويش فمش قادرين نفهم خلاص. فالمهم يعني اللي انا عايزه اقوله لكم ايه، انا عايزه اقوله لكم ايه يا جماعه، ان اليانج ما بيبقوش مستوعبين قوي ان دي كارما، ان علاقتهم بالاطراف الثالثه. وعلى فكره سواء بقى انتوا قابلتوهم بقى وهم متجوزين ولا بعد متجوزين،
هتكتشفوا ان كل ده مش فارقه خالص يا جماعه، لان انتوا اصلا انتوا جايين الحياه ديت بناء على اللي اتعمل في الحياه اللي فاتت. فانتوا متخيلين يعني انتوا المفروض الحياه دي جايين نصلح فيها اللي باظ في الحياه اللي فاتت، خلاص. واللي مش هيتصلح في الحياه دي هنروح بالحياه الجديده، مش هنهرب من الامتحان، هنعيده تاني. اوكي. فهم ما بيبقوش عارفين ان هم بيفتكروا ان خلاص بقى دي صورتهم الحقيقيه، او ان هم ما لهمش حظ في الحب، او ان الحياه اصلا صعبه فبيقبلوا، او بيقبلوا بالقليل. مش بس كده، او بيستسلموا، هو بمعنى اصح بيستسلموا خلاص وبيسكتوا. لحد ما ينزل بقى تلاقي في صواعق كرميه، هم مش فاهمين اللي بيحصل. خلاص. انتوا تروحوا لاطراف رابعه فهم يتوجعوا. بصوا بقى، فهم يتوجعوا فيبتدي يخشوا في درجه اعمق من التشافي، ودرجه اعمق من الاسئله. احنا اشمعنى بيحصل لنا كده؟ احنا اشمعنى ليه مش عارفين ننسى الاشخاص اللي هم بيبقوا اللي قصدهم عليكم يعني كتوأم؟ فاهمين عايزه اقول ايه؟ فمن هنا يبتدوا ما يسالوا الاسئله ديت، ودايره الشك تاني ترجع لهم، بس ترجع بقى بشكل صح. فيبتدوا يدوروا على الاسئله الاجابات الصح، فيلاقوا الاجابه، فيكملوا في التشافي بتاعهم. خلاص. فاللي انا عايزه اقوله ان ده برضو من ضمن التلاعب اللي بيحصل، تلاعب الاطراف الثالثه بالتوائم. على فكره ان الاطراف الثالثه بيبقوا بيتعاملوا من منطق هم الاعلى، عارفين الطريقه دي؟ هم الاعلى، هم اللي فاهمين كل حاجه، هم ما بيغلطوش. وهيبقوا على فكره صعب جدا ان انتوا تبقوا عارفين تغلطوا، ما هم هيبقوا يعني بيدوروا على انتقاداتكم، بيدوروا على العيوب بتاعتكم، مركزين